إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، كالعادة يتكلمون الخطباء في استقبال رمضان، وها هو قد حل علينا رمضان، ولكن السؤال يطرح نفسه: أين هؤلاء الذين يخرجون من رمضان بتقوى كما قال ربنا؟ أنت تستقبل رمضان بألوان الطاعات، وأناس آخرون يستقبلون رمضان بألوان الأطعمة وألوان الأشربة، ومنهم من يستقبل رمضان بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله. ولكن حينما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الله عز وجل خص طائفة من المؤمنين، ما قال يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، ما قال يا أيها المسلمون كتب عليكم الصيام، ولكن هذا نداء خاص للذين آمنوا، أي الذين دخل قلوبهم الإيمان، فهؤلاء الذين هم يصومون ويحصلون من هذا الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأرعيه سمعك، لعله أن يكون أمرا تؤمر به أو نهيا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، طائفة من الناس، طائفة من المؤمنين، طائفة من المسلمين
كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، وهذا فرض فرضه الله عز وجل على المسلم. فإذا ما رأيت رجل يمشي في الطرقات في نهار رمضان وهو يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك، اعلم أن هذا ليس بمؤمن، هو مسلم، هو يقول لا إله إلا الله لفظا ولكن لا يطبق هذه الكلمة، هذا مسلم اسما فقط. لماذا؟ لأنه لو هو مسلم يطبق الإسلام يدخل الإيمان في قلبه فيصوم. يا أيها الذين آمنوا طائفة كانوا يطبقون الإسلام كما أمر ربي، طائفة يدخل في قلوبها الإيمان كما أمر ربي. ولكن إذا ما نظرت إلى هذا الرجل فقلت له اتق الله واستتر، لا تقول له إنك تأكل وتشرب في رمضان فتقول له استتر فقط، فيقول لك أنا لا أخاف إلا من الله. هو اللي بخاف منك، أنا بخافش إلا من ربنا. وهو لو يخاف من الله عز وجل ما فعل هذه الفعلة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما كتب على سابقة. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. الصيام حينما تصوم أول رمضان أول يوم وقد امتنعت عن الطعام والشراب والشهوات، وهنا الطعام والشراب حلال ولكنك تمتنع لأمر من الله عز وجل. حينما يؤذن بالمغرب الله أكبر الله أكبر وتتناول الشراب والطعام، السؤال يطرح نفسه: هل أنت حصلت التقوى في أول يوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم